السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. ايه الاخبار؟ يلا كده قولي انت عاملين ايه كده في الكومنتات، قولولي يلا ايه اخباركم، عاملين ايه؟ وحشتوني والله جدا. برغم اني البوتاجاز بتاعي شكله حقير زي ما انتم شايفين كده، بس عادي بتحصل في احسن العائلات. قلت والله لا انا معصجه معاكم اللحمه بتاعتي والبوتاجاز وسخ. بعد كده هننضف البوتاجاز، بس هنضفه لوحدي وهرجع اكمل معاكم. كان عندي لحمه مفرومه زي ما انتم شايفين كده، فقلت اعصجها كده اهوتي واشيلها في الفريزر، منين ما ابقى عايزه لحمه معصجه اطلعها على طول، تكون سهله عليا كده ايه، ووفرت مني وقت ومجهود وحاجات من اللي انتوا عارفينها دي. المهم انتوا عاملين ايه؟ يعني قولولي كده عاملين ايه في الكومنتات، وعايشين ازاي؟ والله الواحد اليومين دول الدنيا حر وتعبان من الحر جدا جدا جدا، ومسؤوليات العيال والضغط، حاجات كده كتير 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 اليومين دول. يلا ربنا يقوينا كده ويعيننا على الحياة اللي احنا عايشينها دي. المهم كده زي ما انتم شايفين حطيت فلفل وحطيت كمون وكزبرة وملح، يعني الحاجات اللي عندكم حطوها يا ولاد، احنا أسرة مع بعضينا. تمام. اللي موجود عندك في البيت حطيه. وانا هحط، شفت يعني حد بيحط عليها طماطم، انا ما كنتش بعمل كده خالص، ما كنتش بعمل اللي هو يعني ما كنتش بحط طماطم على تعصيجة اللحمة، ما كنتش عاملاها. بس بصراحة لما جربتها تحفة 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 جدا يا ولاد، عملوها تعجبكم. انا خدت كده شوية على جنب، يعني كده قلت كده اخليهم كده من غير عصاج، من غير طماطم، ممكن احتاجهم في حاجة يعني كده ما يكونش لها دعوة بالطماطم وكده. والباقي هحط عليه كام واحدة طماطم كده، ضربتهم في الخلاط و عملتهم كده. على فكرة انا قاعدة انا ومنى بس، عشان كده تلاقوا في هدوء. ايوب خدوا بابا وطلعوا بعد كده قعدة الرجالة كده مع بعض، وقاعدة انا والحاجة منى مع بعضينا، فعامله لها فشار ومقطعه لها بطيخ وعنب كده وقاعده تاكل، وانا قاعده اسجل لكم الفيديو، يعني انا مسكتها بالاكل برضو مش اكتر. فعلشان كده ممكن تلاقوا الفيديو بتاع النهارده ما فيهوش اصوات كتير وزيطه، غير صوتي وصوت المروحه بس. والمروحه طبعا مش هقدر اقفلها عشان الحر، انا لو قفلتها هتيجي تلاقوني ميته من الحر، فطسانه كده من الحر. المهم برضك هسيب الكلام اللي انتوا شايفينه كده ده على النار كله 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 كده يتعصج مع بعضه، اسم الله. يتعصج كده مع بعضه، وبعد كده هعبيه كده في اكياس، واشيلهم في التلاجة على قد الاكل. هحط هنا، كنت حطيت الكيسين اللي قدامكم دول، يعني انا مش عارفه دول ايه، الكيس التاني الاحمر ده ايه، بس الكيس الاولاني ده باقي التعصيجه اللي انا طلعتها اللي انا حشتها. ايوه على كده اسرار الكيس كده. ماشي اسكتي اسكتي. اهو بصوا مش قلت لكم. بس كده زي ممكن قسمتهم على 3 اكياس علشان يعني يكونوا حلوين. باللي انا حشته على جنب على 4 اكياس. دي لحمه كانت عندي وانا فرمتها، وكان حتى باين فيها ان هي كان فيها دهن كده في الاول، يعني كده متفرمش زي ما شفتوا يعني كده. الست بتاعت يعني اللي انا بفرم عندها اللحمه قالت لي علشان لما تعوزي تفرمي لحمه هاتيها تكون متجمده شويه، يعني تطلعيها تفك من الفريزر مثلا قبلها بساعتين، قبل ما انت تيجي تفرميها بساعتين، يعني تكون متجمده وانت رايحه تفرميها كده بتتفرم احسن. والدهن اللي بيطلع معاكي والحاجات دي ما بتطلعش كله بيتفرم، يعني بيطلع معاكي الكيلو كيلو مظبوط، فاهمين؟ علشان كده يعني هي قلت اقول لكم المعلومه دي، يمكن حد ما كانش يعرفها زي كده. انا كنت بفك اللحمه خالص، يعني لو كان عندي لحمه في الفريزر كنت بفكها خالص واسيبها لحد تاني يوم، بعد كده اروح افرمها واعمل بعد كده بيها الوصفات اللي انا عايزاها. فراحت هي قالت لي يعني على المعلومه دي. المهم بقى يعني ازاي يعني بقى كده ما نقعدش كده، ناخد لنا كده لقمتين 3 كده من التعصيجه بتاعه اللحمه وندوق طعمها عامل ازاي. وكلت بقى زي ما انتم شايفين كده، كان فيه شويه يعني كده، سبتهم كده في الطاسه وكلتهم زي ما انتم شايفين. هنا بقى قلت اعمل معاكم زبده الفول السوداني، بدل ما بروح اشتريها بالشيء الفلاني جد كده وعلى الفاضي، فانا ايه اعملها هنا كده في البيت معاكم. وفي نفس الوقت انا ضامنه ايه اللي محطوط فيها، يعني ضمنوها اللي هو حاجه عاملاها انا في البيت. بص انا عاملاها من بدري، يعني حاسه دلوقتي وانا بسجل معاكم الفيديو ان انا شامه ريحتها، مش عارفه ليه.
المهم هنا كان جبت نص كيلو فول، ماشي، جبت نص كيلو فول عليهم ب20 سمسم وحمصته كله. هي شطت مني حبه زي ما انتم شايفين كده في البتاع كده، بس سموا نفسكم مش واخدين بالكم كده، عملوا من بالها. وحمصتهم يعني سخنتهم كده على النار، خليتهم خدوا لون خفيف، وبعد كده طحنتهم في الخلاط. وما تطحنوش في الخلاط وبطحنوا في الكبة، عشان انا الخلاط بتاعي باظ يعني، الشفشق نفسه اتكسر، ورحت جبت واحد غيره. فما تعملوش الحته دي كده في الخلاط يعني. قلت اقول لكم ولا اخبي عليكم يعني كده واضحك عليكم في الاخر، لا ازاي. المهم يعني هو يعني خلاط اتكسر، ما ينفعش بعديها. فرحت اشتريت، جوزي راح اشتري لي، ما قلتلوش طبعا ان انا عملت زبده فول سوداني في البيت على الخلاط. قلت له الخلاط باظ عادي كده، وراح جاب لي واحد. وجبت واحده ميكستيلا من دي، كانت باين عامله 95 او 130 او 95، مش فاكره بصراحه 95 ولا 130. وحطيت كله كده مع بعضه، بعمل منها سندوتشات للولاد الصبح. بص هي صحيه، مش صحيه، علشان بعد ما حطينا الميكستيلا دي يبقى كده صحيه مش صحيه. المهم خلطت كل الكلام ده بردك حاجه كده تنفعنا كده اثناء الفطار. آه او حاجه كده في نص اليوم عايزه سندوتش حاجه حلوه. الولاد جعانين بعمل لهم منه. ابو العيال رجع من الشغل وانا لسه ما عملتش اكل، ياخد له معلقتين 3 كده. الصبح مثلا ما فيش فطار او بيض، بعمل منه سندوتشات وهكذا. اه وبس كده. المهم طلعتهم كده بره العلبه، خلطتهم مع بعض وحطيتهم في التلاجة. هنا ابو العيل كان عاوز بسبوسه، قال لي قولي لي يا اسراء على حاجات البسبوسه عشان اجيبها لك معايا وانا جاي، وانا كنت طالبه منه مخلل. فقلت له ماشي يا عم الحاج، هات لنا معاك كيسين بسبوسه وعلبتين زبادي بلدي فانيليا وبيكنج باودر ولبن. اللبن ده طبعا مش للبسبوسه، ده ليا اللي انا نعمل بيه مكرونه بشاميل عادي يعني، مش للبسبوسه. باجي هنا كده الخميره، طبعا انا مش عارفه اسعار الحاجات دي، وقلت له بردك هات لي معاك ب10 مرقه. فجاب لي بقى الحاجات دي، وهنعمل بقى البسبوسه مع بعض. اول حاجه بس نفضي المخلل علشان ما يبص مننا، بفضيه كده في برطمان كده، وبطلع على جدينا واحدتين 3، عشان احنا ملناش في المخلل الجوي يعني، ملناش في الحوادق اللي هو عشاق، لا يعني ممكن ناخد واحدتين 3 انا وجوزي نفس الحكايه، ملناش في الحوادق الجوي يعني. المخلل ده ممكن يوجد معانا شهر، اللي ب10 جنيه ده. بس قلت هنا اعمل معاكم الغدا وبعد كده ابقى نعمل بسبوسه. هنا قطعت بصله، وكان عندي صدرين فرخ، اللي هو الصدر اللي هو صدر واحد اللي هو ربع وربع، المهم انت هتفهموني يعني. قطعتهم وحطيتهم على البصل ده. انا بالنسبه لي المكرونه بشاميل بحبها اكتر بالفراخ مش باللحمه المفرومه، فقلت بما اني عندي صدور فراخ يعني وكده، فهعملها بصدور الفراخ. بصوا البوتاجاز نضيف ازاي، يا اللي خدت بالك ان البوتاجاز وسخ من الاول اهو، بصوا نضيف والله نضفته. هعمل بقى كده البشاميل. حطيت بصوا انا ماليش معيار محدد في الدقيق، وماليش معيار محدد برضو في اللبن، بحط بالنظر كده، بال... ب... 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 بالنظر. وبحط بردك بالويم، ايوه بيقولوا كده بالويم. وبحط بردك السمنه كده برضو بالنظر، وبعد كده بنزل عليهم باللبن. ولو حسيت ان مثلا اللبن زاد مني بنزل برضك بمية المكرونه. ولو حسيت ان اللي انا حطيته ده زياده بنزل معلقه دقيق عادي. ولو حسيت انه محتاج ميه بزود ميه، هكذا لحد ما بيظبط معايا يعني. ودينا هو. بس انا بحب ان البشاميل، صوص البشاميل يكون كتير ومش خفيف يعني، بحبه مظبوط، يكون متوازن كده، مش خفيف قوي مش تقيل قوي بس يا منى، وفي نفس الوقت يكون كده حلو. هنا كنت هرص معاكم بقى صينيه المكرونه. بحط شويه مكرونه من تحت، والاكتر بحطه من تحت، اكتر حاجه بحطها. بحط عليها كده بتاع كبسه كده من الصوص البشاميل، وبجلب كده كله مع بعضه مع بعضه مع بعضه، وبفرده كده. وبعد كده بحط الخلطه بتاع الفراخ اللي انا عاملاها دي. بعد كده بنزل بباقي المكرونه، وبنزل بباقي بعد كده هنزل بباقي الصوص يعني. طبعا انتوا عارفين الجرس رن في العيال ايوب جي وبابا ايوب جي. ف
دخلت بقى الاوضه التانية اسجل لكم الفيديو، وهم بقى بيرغوا. طبعا الصوت طبعا هيطلع في الفيديو، مش هقول لكم انه مش هيطلع في الفيديو. خلاص يعني يا فرحه خدها الغراب وطار من الاخر كده. بس بصوا شكل المكرونه تحفه. يا قمر انت وهي، هل صليتي على النبي في الكومنتات؟ صليتي على النبي؟ يلا انزلي صلي على النبي كده، مش في الكومنتات، حتى لو في سرك كده صلي على النبي، ما بينك كده وما بين نفسك صلي على النبي. هنا بقى نعمل البسبوسه لابو العيله علشان ما يطردناش من البيت. حطينا هنا كده كيسين البسبوسه، وهحط عليهم علبتين الزبادي، وهحط عليهم، انا بعملها بزيت بسمنه، المتاح عندي بعمله عادي، انا مش بتفرق معايا زيت او سمنه. في تلك الحالتين بتطلع تحفه يعني وحلو. بحط هنا حطيت زيت، بحط بتاع حوالي نص كوبايه من الزيت، او نص كوبايه من السمنه، او نص كوبايه من هذا على هذا اللي عندكم. في الاول زي ما انتم شايفين كده البسبوسه اللي انا حطيتها بحط عليها سمنه، بعملهم كده بخليهم زي حبات الرمل زي ما انتم شايفين. بعد كده بفضي عليهم علبتين الزبادي. اعملوا نفسكم انتم مش واخدين بالكم من صوت الفار اللي جنبي ده، عشان منى قاعده تاكل فشار جنبي بالظبط، ففي صوت قرمشه الفشار من بنتي منى. احباب الله هنوديهم فين؟ هقلب بقى كده كل المكونات دي، وهزود طبعا كده حبة مية بسيطة لو احتاجت يعني، وباين ان انا هحتاج حبة مية بسيطة. طبعا المعلقة ما نفعتش، فقلت بقى كده يا بنت يسرا تدخلي بيديكي عشان الحاجة تزيد حلاوة ولطافة وجمالة، وحلاوة وجمالة، اي حاجة، مش اي هري في اي بتاع. المهم كده خلطنا كده كل المكونات، وهي حلوة. لو انت لحد دلوقتي سامعاني ولسه منزلتيش اشتركتي في القناة، انزلي اشتركي في القناة، مش هعمل حاجة، بس انزلي كده اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس واكتبي لي كومنت حلو. اي بس على فكره انا قفلت الكاميرا، بس انا نسيت احط البيكنج باودر، فهلم كل اللي انا بعمله ده، وبعد كده هرجع احط البيكنج باودر، وبعد كده هبصوا لميته ورجعت حطيت البيكنج باودر، وبعد كده رجعت فردته تاني. اكدب عليكم يعني؟ بصراحه يعني احنا عادي، احنا بننسى جامد جدا. بصوا بقى هنا خدت مني حته، خدت لون وحته ما خدتش لون، حتى خدت لون وحتى ما خدتش لون، عادي برضك بتحصل في احسن العائلات. هنا حطيت الشربات، طبعا كوبايه سكر على كوبايه ميه، وسبتهم عملوا مع بعض كده، وزكيت بقى الشربات. بس والله العظيم رغم ان هي حته محمره وحته لا، بسبوسه كان طعمها تحفه تحفه تحفه. اصلا انت هتشوفوا معايا الترميله بتاعتها دلوقتي، اصلا البسبوسه بتتعرف من الترميله بتاعتها ان هي تحفه تحفه والله. بصراحه كانت حبيتها يعني، انا اصلا من الناس اللي بتعمل بسبوسه حلو، فاهمين؟ انا اصلا معروفه بالبسبوسه بتاعتي كده والفطير. بص اصلا مرمله ازاي، والله التليفون ظالمها، والله التليفون ظالمها يا ولاد، بس هي كده دايبه كده، كان طعمها حلو. بالهنا والشفا علينا. يلا باي يا حلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.